تأهل المنتخب الجزائري إلى مطار هواري بومدين الدولي بعد أن تمكن يوسف بلايلي من صنع مجسم طائرة بجسده. الطائرة الزاحفة باي باي 16 التي قررت الإقلاع قبل دور 16 اختراع هكاوي أذهل العالم، وأدخل موريتانيا سجلات التاريخ عبر فتحة الجزائر الضيقة التي توسعت بهدف اللاعب الموريتاني محمد ديلاهي الذي سلك مسار الأسطورة إيكامبي ليحرم هو الآخر الجزائر من وضع الكأس في الجيب رغم الصعوبات. هزيمة المنتخب الجزائري على يد المنتخب الموريتاني مؤامرة محبوكة من فوز الأقجع، ففي قرعة كأس أفريقيا سحب اللاعب المغربي أشرف حكيمي كرة بداخلها المنتخب الموريتاني. منتخب موريتانيا، بالإضافة إلى أنه نطقها موريتانيا بفتح الميم مشيرا إلى أنها ستفتح الجزائر. القوجعة والكولسة لم تنتهي هنا، فقد استطاع فوزي الأقجع أن يشرك الحكم قاسامة مع المنتخب الموريتاني، كما أن هذا الحارس العملاق الهارب من أتاك أون تايتن ازداد طوله بتعليمات من رئيس الجامعة المغربية الذي أوصاه بالإكثار من شرب حليب الناقة والاقتداء بالحارس بونو. الجزائر لم تخسر كأس أفريقيا، وإنما كأس أفريقيا هي من خسرت الجزائر.